السلام عليكم. اليوم رح نعمل معروك جدا جدا طيب ولذيذ وبمكونات جدا بسيطة، ناجح من أول مرة. خلوكم معي لآخر الفيديو حتى تشوفوا التفاصيل اللي رح تخليه قطني بهذا الشكل. إذا كنتوا أول مرة عم بتشوفوا القناة، أنا صبا، أهلا وسهلا فيكم. فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة وفعل زر الجرس ليوصلكم دائما كل الفيديوهات الجديدة. رح نستخدم الكوب نفسه للعيار بكل المقادير اللي رح أقولها. أول شي رح يلزمنا 4 أكواب من الدقيق، وبعد هيك رح يلزمنا معلقة كبيرة من الخميرة فورية. رح نخلط كل المواد الجافة مع بعض. رح يلزمنا 3/4 كوب من السكر الأبيض العادي. ورح يلزمنا معلقة كبيرة من حليب البودرة. نخلط المواد الجافة كلها مع بعض، وبعد هيك رح نضيف المواد السائلة. المواد الدهنية اللي رح تلزمنا هي السمنة والزيت النباتي. بالنسبة للزيت النباتي رح نضيفه في آخر مرحلة بالعجن. رح نستخدم هلأ بس السمنة. ومعلقة كبيرة من القطر. منضيف معلقة صغيرة من المحلب بيعطي طعم كتير طيبة. أو ممكن نضيف كمان للمعروك يانسون وشمر، كمان رح يعطي طعم كتير طيبة. رح أضيف 1.5 كوب من المي. المي دافية، يعني إذا حطينا إصبعنا فيها ما بنحس بسخونة، فبتكون هيك المي فاترة. وهلأ بدي أبدأ أعجنهم. أثناء العجن وحسب نوع الدقيق اللي عم نستخدمه، ملاحظة كتير مهمة إنه ممكن نضيف دقيق أو ممكن نضيف مي حسب، مثل ما قلت لكم، نوع الدقيق. فخلونا ننتبه إنه تكون العجينة طرية ومتماسكة وناعمة حتى تكون قوام هو الصح. نستمر بالعجن، طبعا ممكن نعجن بإيدنا وحتى نحصل على عجينة متماسكة. بالمرحلة اللي بلاقي إنه العجينة خلص انعجنت والتمت على بعض، بضيف معلقة من الزيت النباتي حتى تلم العجينة كلها على بعض بشكل كتير منيح. وهيك عجينتنا جاهزة. حطيت لها كيس نايلون وتركتها تقريبا نص ساعة. بعد نص ساعة كان شكل العجينة عندي هيك. رح يلزمنا هلا السمسم والصينية اللي رح نعمل فيها المعروك. الصينية ممكن نحط لها بأسفلها ورق زبدة، أو ممكن ندهنها بزيت نباتي. بعد هيك رح أبدأ بالتشكيل. طبعا التشكيل حسب الرغبة وحسب كيف بتحبه. بالنسبة للتخمير أنا بعمل هي الطريقة. بشغل الميكروويف تقريبا دقيقة ونص حتى يكون دافي تماما، وبعد هيك بحط فيه الصواني المعروك حتى يتخمر. وبشكل عام عجينة البيتزا أو أي عجينة بعمل هي الطريقة دائما، إني بخلي الميكروويف يكون دافي وبخلي فيه العجينة حتى تتخمر. بعد ما أشكلها رح أغطسها بالسمسم، وبعد هيك رح أتركها تتخمر تقريبا حوالي ساعة. وهلأ المعروك هيك بعد ما طلعته من الميكروويف هيك كان شكله متخمر كتير منيح. الفرن لازم يكون محمى مسبقا. بنحطه على الرف اللي أعلى من السفلي، يعني مو على السفلي مباشرة، لا أعلى منه بدرجة. أول ما بلاقي إنه لونها صار ذهبي بحطها على الرف الأعلى. لاحظوا أنا ما دهنت المعروك لا زبدة ولا بيض ولا زيت ولا أي شي ولا حليب. هي أخدت هذا اللون من الخبز بس. أول ما تطلع وهي سخنة رح أبخ عليها مي
كتير ضروري وكتير بيفرق. أصلا لما رح تطلع من الفرن رح تلاقوا الوش إنه شوي ناشف. أول ما ترشوا عليها المي رح تاخد الرطوبة المناسبة إلها، ولاحظوا كيف صارت وما بيعجن ولا شي، وما بيعجن المعروك ولا شي، طعمته نفس طعمة الجاهز، وحتى مواده جدا بسيطة يعني. بندهن كمان عليها القطر، والقطر بارد تماما. لاحظوا الطراوة. وهي المعروك من الأسفل. المعروك حرفيا بياخد العقل، قطني هش طري، ما بعرف اوصفه غير انه اطيب من الجاهز. بتمنى تكون عجبتكم وصفة اليوم. لاحظوا كيف من جوا. طبعا ممكن نحشي بشوكولا، بجبنة، بأي شيء انتو بتحبوه. بتمنى أعزائي تجربوه ولو بكمية قليلة. أهم شي لوصفتنا اليوم إنه يكون التخمير كتير منيح، العجينة تكون متماسكة وطرية، وكمان لازم تبخوا العجينة أول ما بتطلع من الفرن. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك الفيديو. بشكركم من كل قلبي على حسن المتابعة.